الرحلة انتهت. انتهت. ده. وخلاص وصلنا لاخر جزء في سلسله اقل ايرادات افلام في شباك التذاكر في السينما المصريه، وبالفيديو ده هنكون قفلنا ال 100 فيلم. وانتم متخيلين ان 100 فيلم في خلال 9 سنين او 10 سنين محققش مليون جنيه ايرادات؟ وعلى فكره مليون جنيه ده رقم قليل جدا، احنا كمان ما ذكرناش الافلام اللي هي من مليون جنيه مثلا ل 5 مليون جنيه، ان برضو الافلام دي فشلت فشل ذريع جدا. وبجد والله العظيم قبل ما اعمل السلسله دي، مثلا السلسله دي دخل فيها 100 فيلم، منهم فوق ال60 فيلم مثلًا أنا ما كنتش أعرف عليه أي حاجة نهائي، إن ولا الممثلين كانوا بيجيبوا سيرة الأفلام دي ولا حتى المنتجين. في منتجين كانوا بيخسروا فلوسهم وخلاص كُتّامي كده ما حدش كان بيسمع حاجة عن الفيلم. حتى الأفلام دي نسبة كبيرة منها ما كانتش بتتذاع للتلفزيون. وإن شاء الله هنبقى نبدأ السلسلة جديدة هتبقى أجمد من دي بمراحل، مش عارف بقى هتبقى في رمضان والّا بعد رمضان، بس انتظروها يعني هتبقى جامدة جدًا. وخلاص عشان ما أرغيش كتير وقبل ما نخش على المركز العاشر، الناس اللي أول مرة تشوفنا، الأفلام اللي بتتذكر ما لهاش علاقة، ممكن يبقى عادي فيلم جايب 100.000 جنيه أو 50.000 جنيه، لكن الفيلم تكون جودته كويسة وجامد جدًا. وممكن فيلم يجيب 100 مليون جنيه و200 مليون جنيه ويبقى فيلم رديء، فمش مقياس في السلسلة دي عشان إحنا بنتكلم على الإيرادات بس. الأفلام بقى اللي اتظلمت أو الأفلام اللي جابت إيرادات وحشة دي بنتكلم عليها في فيديوهات تانية خالص. والفيلم اللي في المركز العاشر معانا هو فيلم اسمه الطيب والشرس واللعوب، وده نزل سنة 2019، والفيلم ده من بطولة بيومي فؤاد، والراجل ده خيره على السلسلة دي مثلًا ب15 20 فيلم، وكان بيشاركوا في البطولة أحمد فتحي ومحمد سلام ومي الكساب. أنت عارف إن هي المجموعة بتاعة السنيدة دي اللي الأفلام بتاعتهم بتبقى رديئة. وعلى فكرة محمد سلام برضه كان مشارك في 3 4 أفلام مع بيومي فؤاد كانوا أفلام رديئة جدًا. والفيلم ده زي ما قلنا نزل سنة 2019 وجاب إيرادات 990.000 جنيه. ومنتج الفيلم ده اسمه إيهاب السرجاني، ومن الأعمال اللي أنتجها كان فيلم حظك اليوم. الفيلم ده كان موجود معانا في السلسلة دي، وفيلم عروستي بتاع أحمد حاتم، وطبعًا أنتج قبل كده حاجات تانية. والفيلم اللي في المركز التاسع معانا هو فيلم اسمه فوتوكوبي، وده نزل سنة 2017 وكان من بطولة محمود حميدة وشيرين رضا. والفيلم ده برضه ما كنتش أعرف عنه أي حاجة ولا أسمع عنه قبل ما أحضّر الفيديو ده. وإيرادات الفيلم ده هي 760.000 جنيه. والشركة اللي أنتجت الفيلم ده هي اسمها ريد ستار، ومن الأفلام أو من الأعمال بتاعتها اللي قبل كده عملت فيلم اسمه بنات الباشا، وشاركت في فيلم أو إنتاج فيلم السادة الأفاضل اللي لسه نازل السنة دي. والفيلم اللي في المركز التامن معانا هو فيلم اسمه سنو وايت، والفيلم ده نزل سنة 2025، وده أقل فيلم جاب إيرادات في سنة 2025. والفيلم ده تقريبًا الوحيد اللي اتكلم عن حياة الأقزام من غير ما يبقى الفيلم فيه هزار أو تريقة على الأقزام، زي الفيلم بتاع أحمد آدم اللي هو كان تقريبًا الرجل الأبيض المتوسط. والفيلم ده جاب إيرادات 540.000 جنيه. ومنتج الفيلم ده اسمه محمد عجمي، وده تقريبًا ما لوش account لسه على موقع cinema.com، وما لوش موقع وما لوش حاجة بتقول إن هو أنتج قبل كده. والفيلم اللي في المركز السابع معانا هو فيلم اسمه حظر تجول، وده نزل سنة 2020 وكان من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل. وبرضه الفيلم ده من الأفلام اللي أنا ما سمعتش عنها قبل كده. ودايمًا لمّا باقول على إلهام شاهين في أي فيديو من الفيديوهات بتاعتي إن هي بالنسبة لي ما بتعرفش تمثل، في شخص تقريبًا هو كبير في السن يخش يقول لي: "أنت ما بتفهمش حاجة، إلهام شاهين دي فنانة عالمية." فأنا مش عارف إلهام شاهين طلعت أنجلينا جولي في أنهي فيلم قبل كده، بس هو الراجل ده هو بيقفش على إلهام شاهين بس. يعني أنا لو قُلت برضه نادية الجندي كانت أفلامها على الله وبتاع، ممكن ما يقفش على نادية الجندي بس يقفش على إلهام شاهين. أنا كان نفسي أرُد عليه في مرة أقول له إلهام شاهين أفلامها عالمية والّا على 90، بس قُلت الراجل ممكن يموت من القلشة بلاش وإيه، وربنا يسامحه. وفيلم حظر تجول ده جاب 400.000 جنيه إيرادات. وكل الأفلام بتاعة إلهام شاهين إيراداتها ما عدّتش ال2 مليون جنيه، يعني هي كانت بتنتج، عملت أفلام من بطولتها ومنتجين أنتجوا لها، كان دايمًا إيراداتها 700.000 جنيه، 800.000 جنيه. يوم ما يبقى فيلم مكسّر الدنيا كان جايب 2 مليون جنيه مثلًا. والشركة اللي أنتجت الفيلم ده اسمها إس برودكشنز، وأغلب الإنتاجات بتاعتها كانت مسلسلات زي مسلسل ديبو ولانش بوكس. والفيلم اللي في المركز التاسع معانا هو فيلم اسمه قبل زحمة الصيف، والفيلم ده كان من بطولة هنا شيحة وماجد الكدواني وأحمد داوود. والفيلم ده نزل سنة 2015. وصناع العمل ده حاولوا يبيعوا الفيلم بكل الطرق بخانة أستاذة هنا شيحة،
إن الإعلان فخدتها منوّرة فيه، مثلًا لو الإعلان دقيقتين هي المصوّر أو المُخرج جايب رجليها بس مثلًا دقيقة و40 ثانية من الدقيقتين، الفيلم كُلّه تحس إن هو ما فيهوش أي فكرة خالص، وروتانا سينما بتعشق الفيلم ده، بتعرضه كتير جدًا، وأنا حاسس إن الخناق هتبقى على الفيلم ده في التعليقات، إن برضه في حد هيخش هيقول لي: "أنت ما بتفهمش حاجة." وفيلم قبل زحمة الصيف ده كان فكرته عظيمة جدًا. بس ما علينا يعني، الفيلم ده جاب إيرادات 340.000 جنيه، وكان من منتجين كتير أوي شاركوا في الإنتاج ده زي محمد حفظي ووائل قمر. وقبل ما نخش على الفيلم اللي في المركز الخامس، يا ريت الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة تشترك. هو الاشتراك مش هيفرق معاك في حاجة، بس هيفرق معايا كتير جدًا، و70% من جمهور القناة أصلًا مش مشتركين في القناة. والفيلم اللي في المركز الخامس معانا هو فيلم شمس، والفيلم ده نزل سنة 2023، والفيلم ده من بطولة خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وعلاء مرسي ومحمود عبد المغني، وهُم 2 ليهم أو 3 ليهم جمايل على السلسلة دي، أستاذ بيومي فؤاد، وأستاذ خالد الصاوي، وأستاذ أحمد الفيشاوي. بسم الله ما شاء الله يعني ال3 أفلامهم موجودين في السلسلة دي، فالسلسلة دي لو ليها جايزة مش هتغلى عليهم بصراحة. والفيلم ده جاب 196.000 جنيه، وكان منتج الفيلم ده اسمه محمد دياسطي، وأنتج قبل كده فيلم درويلة وفيلم ليل إيجار. والفيلم اللي في المركز الرابع معانا اسمه يوم العرض، والفيلم ده نزل سنة 2019، والفيلم ده كان من بطولة إيهاب فهمي وأحمد صيام وندى بهجت. والفيلم ده برضه مش هتلاقي حد سمع عنه أي حاجة ولا هتلاقيه على المنصات، وجاب إيرادات 130.000 جنيه. ومنتج الفيلم ده اسمه عمر طنطاوي، وعمل قبل كده أفلام زي فيلم ريما ومغامرات كوكو. الفيلمين مش عايز أقول لكم برضه إن هم ما حققوش أي حاجة. والفيلم اللي في المركز التالت هو فيلم اسمه أخضر يابس، وده نزل سنة 2016. وفيلم أخضر يابس ده كان شبه فيلم سنو وايت، إن برضه الفيلمين أفلام مهرجانات. والفيلم ده كان من بطولة شباب مش مشهورة من وقتها لحد دلوقتي زي هبة علي وأسماء فوزي وأحمد العايدي. والفيلم ده جاب إيرادات 111.000 جنيه، ومنتج الفيلم ده هو محمد حفظي. والفيلم اللي في المركز التاني معانا هو فيلم اسمه بعلم الوصول، وده نزل سنة 2019. والفيلم ده كان من بطولة بسمة ومحمد سرحان وبسنت شوقي، وجاب إيرادات 85.000 جنيه. ومنتج الفيلم ده برضه هو محمد حفظي. وعشان الناس ما تفتكرش إن المنتج محمد حفظي بيعمل أفلام ما بتجيبش إيرادات، لأ، المنتج محمد حفظي ده هو بيعمل نوعين من الأفلام أو بينتج نوعين من الأفلام، أفلام اللي هي التجارية اللي هي الأفلام العادية بتاعتنا، والأفلام المهرجانات اللي هو ما حدش تقريبًا بيتفرج عليها، وهي ما فيش منصة للناس تعرف توصل لها غير إن هي بتتعرض في المهرجانات. فهو ممكن يعمل لك أفلام زي مثلًا فيلم سمير وشهير وبهير، أو فيلم درويش اللي هو كان لسه نازل السنة اللي قبل اللي فاتت بتاع عمرو يوسف، يجيبوا إيرادات، بعدها يعمل 3، 4 أفلام الأفلام اللي هي المهرجانات. وفي أغلب يعني هو مش في الأغلب، هي كل أفلام المهرجانات لمّا بتنزل السينما ما حدش بيتفرج عليها، وفي الأغلب الأفلام دي أصلًا بتنزل أسبوعين 3 وبتتشال من السينمات. خلاص وصلنا للفيلم اللي في المركز الأول، والفيلم اسمه فوبيا، وده نزل سنة 2017. والفيلم ده بطولة جماعية زي ما أنت شايف على الأفيش كده بالضبط، الأفيش عليه فوق ال15 ممثل زي رامي غيط ورندا البحيري وعلاء مرسي ونهال عنبر والنجم أحمد راتب وأيمن قنديل وسليمان عيد. والفيلم ده برضه ما حدش عارف يوصل له، ما فيش تقريبًا منصة اشترت الفيلم ده، ولا حتى النجوم اللي شاركت في الفيلم ده لمّا بتطلع في لقاءات تقول لك مثلًا عملت فيلم قبل كده اسمه فوبيا، لأ، ولا حد بيجيب سيرته، ولا حد عايز يفتكر الفيلم ده أصلًا. والفيلم ده جاب إيرادات على كوكبة النجوم اللي كانت موجودة دي 35.000 جنيه. ومنتج الفيلم ده اسمه سامر جميل، وفي الأغلب المنتج ده خليجي، ومش ذاكرين على موقع السينما من أنهي دولة، بس هو لابس اللبس الخليجي، وهو تقريبًا جه مصر أنتج الفيلم ده، وهو كمان قفل صفحة الإنتاج ورجع بلده تاني. إن لو المنتج ده كان مدّي أجر لكل فنان 100 جنيه بس، فهو برضه خسران في الفيلم ده، إن 35.000 جنيه ده رقم ضعيف جدًا. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، والسلسلة دي خلصت، بس ممكن نبقى نعمل فيديو في آخر السنة، عشان أكيد أفلام هتنزل السنة دي مش هتجيب أي إيرادات. بس الناس ما تنساش تشاركنا تقول لنا إيه الفيلم اللي عرفت تتفرج عليه من ال10 أفلام دول. وفي الأغلب الناس اللي عرفت تتفرج على أفلام من ال10 دي هي شافتهم في السينما، إن أغلب الأفلام دي مش متاحة على المنصات، أو إن أنت صعب جدًا إن أنت تلاقيها. أنا تقريبًا الفيلم الوحيد اللي شُفته كامل هو فيلم قبل زحمة الصيف، عشان روتانا السينما بقى لها شهرين عمّالة تبدِّل ما بينه وما بين فيلم بيكيا بتاع محمد رجب. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وتشترك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتش.